قالت باستغراب: لماذا يتصل الآن؟ وعلى الشاشة ظهر اسم جن. سألها أرجون: ماذا هناك يا حبيبتي؟ ماذا تنظرين؟ أجابت: لا شيء، إنه زوجي يتصل. قال لها: إذن أجيبي عليه، المسكين ربما يريد قول شيء مهم. قالت بحدة: بصعوبة تخلصت من قبضته، والآن أصبحت أكره حتى سماع صوته. ضحك الاثنين معا، واستمر في المزاح والمرح حتى وقت متأخر، ثم غادر المكان. وبمجرد أن خرج من الموقف، ظهرت أمام سيارتهما فتاة غاية في الجمال، ترتدي ثوبا يشبه أزياء الراقصات القدام، وجسدها مغطى بالمجوهرات، وكانت جاذبيتها لافتة للنظر. ظل أرجون يحدق بها بذهول، فتلاقت عيناه بعينيها لثوان قبل أن تبتعد بهدوء. قال أرجون مبهورا: ما هذه الحسناء؟ اشتعل غضب أشفيني، فنزلت من السيارة وهي تقول: اذهب إليها إذن. ثم ابتعدت بخطوات غاضبة. لكن صورة تلك الفتاة لم تفارق خيال أرجون، فزاد السرعة، وفجأة لاحظ أن الفتاة نفسها تجلس في المقعد الخلفي. ابتسمت له وأمسكته من كتفه وسحبته إليها، فاحتضنها بشغف وسألها: ما اسمك؟ ومن أنت؟ أجابت: أبسرا. ابتسم أرجون وعانقها بقوة، لكن فجأة طالت أظافرها واخترقت خصره، فصرخ من شدة الألم. قبل 3 أشهر. قالت: أشفيني، لا أستطيع الزواج من غيرك يا راهول. عائلتي تعذبني، لا طعام ولا ماء، وكأنهم ليسوا والدي. أجابها: أشفيني، لا أستطيع فعل شيء الآن، لا يمكننا الهرب، وضعي المادي لا يسمح. قالت: حتى لو عشنا في كوخ سأبقى معك، لا أريد شيئا سوى وجودك معي. وعدها راهول قائلا: دعيني أنهي عملي هذا الشهر، وحين أقبض المال نهرب معا. كان أهل كل منهما يرفضون هذه العلاقة، لكن بعد إصرارهما هربا وتزوجا، وبدأت حياتهما الزوجية بسعادة مؤقتة. في أحد الأيام قالت له: حبيبي، في ديوالي هذا العام لنذهب إلى دلهي، سيكون الأمر ممتعا. أجابها: بعد الزواج ورحلة شهر العسل تأخر عملي كثيرا، أريد إنهاء المشاريع أولا، فكلما عملت أكثر جنيت مالا أكثر، وعندها نحتفل. قالت: كما تشاء، أنا ذاهبة للنوم. انشغل راهول بعمله، لكن المشكلات لم تتوقف، حتى انفجر خلاف كبير بينهما. قالت: أشفيني، سأرحل، وعندما يتحسن وضعك المادي وتنفق بسخاء، اتصل بي. صاح: إلى أين؟ ألم تتذكري أنك وعدت بالبقاء معي حتى في الفقر؟ ببرود: كان ذلك أكبر خطأ في حياتي. ثم غادرت. مرت الأيام، وعادت أشفيني إلى بيت والديها مرتاحة، بينما بدأت صحة راهول تتدهور، وأداؤه في العمل يضعف. حاول الاتصال بها مرارا لكنها لم ترد، فأصيب بالاكتئاب وأصبح يتجول ليلا بلا هدف، حتى وصل في إحدى الليالي إلى المقبرة. جلس هناك يلعن خيانتها، فاقترب منه رجل مسن وقال: اجلس يا بني. سأله راهول: وماذا سأستفيد من الجلوس بجانبك؟ أجابه العجوز: ستستفيد كثيرا إن اتبعت ما سأقوله. لدي طقس سحري مدته 22 ليلة، إن أتممته ستتغير حياتك كلها.
بدأ راهول في الليلة التالية الطقس تحت شجرة برغد، يردد التعاويذ ويقدم القرابين في النار، دي في أبصر براكاتم. استمر حتى الفجر، وكرر الأمر كل ليلة حتى الليلة 21، لكنه لم يشعر بشيء. في نحو 3 فجرا سمع همسا يقول: غادر، لن تنال شيئا. صرخ: لن أرحل قبل استدعاء أبصر. قال الصوت: إذني اسمع. عند عودتك صباحا، أول شخص تراه يجب أن تقطع رأسه فورا. وافق راهول دون تردد. وفي طريق العودة سمع صوت أخته الصغيرة موني تستنجد به وهي تغرق في الطين. ركض إليها وأنقذها. عاد صوت الهمس في أذنه: أول من تراه اقطع رأسه. شعر بالشفقة عليها، لكن تذكر خيانة زوجته، فاستشاط غضبا وأخرج سكينه وقطع رأسها. ارتفعت ضحكة مرعبة في المكان: أحسنت. من يقتل أخته من أجل أبصرة لا بد أن تظهر له. لم يتبق سوى ليلة واحدة من الطقس. عاد راهول مبتسما، لكن في اليوم التالي اتصلت به أشفيني قائلة: لقد أدركت خطئي وسأعود إليك. فرح راهول بشدة وذهب ليأخذها، وأمضيا بعض الوقت معا. كنه تجاهل الطقس في ليلته الأخيرة وذهب معها إلى دلهي. هناك طلبت الذهاب إلى ناد ليلي، لكنه رفض بسبب قلة المال. ثار النقاش بينهما، فغادرت غاضبة. عاد راهول إلى المقبرة نادما وقال: سامحيني يا أبصرة، لم آت البارحة. جاءه الصوت: لقد أغضبتها، والآن لن تستدعيها بسهولة، عليك أن تتحمل الألم. فجأة حطت 4 غربان حوله، تنهش ملابسه وتجرحه. قالوا له: غادر وإلا مت. لكنه صرخ: لا أخشى الموت، لن أرحل قبل استدعاء أبصر. بدأ يردد التعاويذ مجددا وسط ضحكات مخيفة تقترب. وفجأة اشتعلت النار في المذبح ودوى انفجار، ثم انقشع الدخان عن جمال ساحر يقف أمامه. إنها أبصرا. نظر إليها بذهول لحظات، ثم تمتم: لقد نجحت، استدعيت أبصرا. أشفيني، الآن سأنتقم منك على كل خيانة فعلتها بي.